أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 123 من دروس فقه السنة النبوية، يوم الجمعة الفاتح من شهر أبريل 2016. المحور ما زال في محور المعاملات، أحكام وقيم. الدرس 123 وذا الدرس 14 ذي المحور قيد لنا المعاملات أحكام وقيم. ذي الحلقة 14 درسني عدان نهضرت في الوديعة نهضرت في التفاصيل. نفقريتيد أما ذي الشريعة الشرعيث وذي القانون نناد سي المادة 590 ألم ذي المادة 601 من القانون المدني. وين يفغان الكوتي جوريديك نناد الجانب القانوني هذا يروح الكود سيفيل القانون المدني الجزائري سي المادة 590 ألم ذي المادة 601. أسيقي موضوع الوكالة. الوكالة غيتمثل ذي التمهيد نيابة وتفويض. ذي النيابة المعنى يس بنادم أذي وكل ويض نغاذي وكل وياض. جواز تعدد الوكلاء. الوكالة يجي أي غرث لها ذي ثذرث النغ ثلها خاطر قارنك مدن سمدن سوى ربي يقمذن الكمال لله ولاش وك الزمان يخدم كلش ثيمانيس. لذلك تفض يون يسعى الحق باش يخدم أوكيل يفوض وكيلا أو وكلاء في تصرفات معينة. يعني يونسي هون يونسي هنا غادي يوكل شخص سيني يوكلك باش تجرد تسيرد تحانوت وكلك باش تخلصد ليدات سير ليدات خلصيت انت الفلاني وكلك باش تسفض العشور اثناء العشور ديال اليوم مثلا ديال الخارج غادي يوكل يوم ديال ثمورث غادي يوكل سيني يوكلك سفغ العشور. الوكاله ديال البنوك داين تزرام ديال لي بنك الوكالة هي علانت حواج انت يمذانا صافي. والوكالة في الحقيقة ذيون سكوذ ماون للتكافل الاجتماعي التعاون مبدأ التعاون. الوكالة وجه من وجوه مبدأ التعاون المنصوص عليه في الكتاب والسنة. ربي قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى معاونث. وينادى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ربي تعاون وقال يتعاونا وياض. صافي الوكالة مهمة سكيوث بوذم مهمة جدا. سكوذ موايض يضرو خسار أمشي يضرو خسار أتفض يوان يسعى الرويس هذي وكلي ونسيسن اسيني وكلخ كامين سوفغ دي دريمان لي بونسيون خدم جيري بيان روح تغض اشو الا لي فاميلت يسم بافاس مخلوق يمشي على يخدم هذي روح هادي سوفغ دريمان يسعى لا بروكوراسيون سيسم بافاس وهذي روح هادي يغثي حونا سيسمي سنتسا ماشي سيسم بافاس وديا طوموبيل وديا كاميون وديا تراكتور ودي يخدم. الا ما كنا الفلاني يموت مي يموت ادسن الورثه اللي زيريتي باش هاد ورثن اسنيني وقشيش يمثسن يعني اسنيني سايغ العقود سايغ الكواغض ثحانوتينو خامينو كاميونينو كل شينو اشو دي قيم باباثوان
أكلني تمورث جبت تمازيرت كني قم كان يخلال وينا أتورثم أكد وخام أقديم أنت دارتي دجال الجدود أتسكين أكي هضو ربي يوكليك فافاتنا نزرع ولكن الوكالاني الفايدين سنة ساعة أين كي تخدمض الساعة نشرك ديكس أذكر النزاع كونفلي هذا وظن لا جوستيس لا جوستيس تحكم وليس على الكواغض بابي العقود أشحال يغاف الحقوق أشحال تواغي في قضران السبة إيمي لاني مذانا يخلفن ثا شرعيث يخلفن القانون يخلفن ثا عرفيث يخلفن كل شيء إيمي يخلفن شغالاكي قران وقران ذيب قرانا لذلك وغنغاشي تساقوذن كي مسكرة بروكراسيون من مدش بروكراسيون لأي واحد تغال تضيق والزرع ما كنت دنا شحال يبردنا يثمثن مثل رزنت لي فالور داخل لا سوسيتي إذا تحطمت القيم في دنيا الناس في المجتمع ينهار جدار الثقة وإذا انهار جدار الثقة كوارث تقع دا يقدر ونعاود شحال يبردان الزيك الوكاله سواوال ماشي مي باس سلكاغ النوتير ولاش سواوال يوكل وايض الله يبارك لا كونفيونس الخير الربح اخدم والشخص الوكيل هذه يخدم ما كنقارن عنايه الرجل العادي هذه 5 زمرتي سمكن ذا الشيء نسنت هذايا ولاش الخداع ولاش النكران ولاش مي قلا كيون الزمان نغال الوثيقه نتخالف الحقيقه خاطر لا الحقيقه لا الوثيقه امثل ما شاوس قد حكيت ثورة ذي الكواغض سي نورمال القاضي هذا يحكم وليس على الكاغض الوثيقه ولكن ذي الحقيقه لا ذي الباطل يقدران من مريت وكس الباطل لاقي ذي الاخر داير شو اسمها تخدمت ترزد الشرع عرض في مانيك روح الله كل سوبريم روح عندها الغيظ زيرو ما تجيب والو باسكو اللهم الا اذا كان طعن بالتزوير ولا شي من هذا القبيل ذاك اذا سالي بروسيدير نظن تكشم ذي الموضوع وايض ولكن القاضي طبعا لا يعلم الغيب سي نورمال القاضي يحكم بمقتضى الوثيقه لانه لا يعلم الغيب ولكن الذي يعلم الغيب هو رب الناس جل جلاله على ربك زران أين يفرن وين دي ظهران وذاقي يندى في فراث ذي سورة البقرة الآية 281 عند دين ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذينا ديفان كل شيء صافي الموضوع بوسع يسعى زال ذا القرآن موضوع الوكالة ثرى أولا تعريف الوكالة كما العادة نسعى ميثودولوجي يوث يعني كل نقطة ثوي غير ثايض باش نفهم الموضوع مليح أولا تعريف الوكالة لغة المراد بذلك الحفظ المراد بذلك التفويض التوكيل التفويض الإنابة الحفظ من حيث اللغة يجوز دينيض الوكالة بفتح الواو يجوز دينيض الوكالة بكسر الواو إذن تصح بالكسر وبالفتح لغة ربي ينادي القرآن الكريم المعنى يقوم السلام التفويض والإنابة والحفظ لدي القرآن الكريم آيات كثيرة منها قول الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثقي الآية 173 من سورة آل عمران ثلاث آيات نظن ربي نات وعلى الله فليتوكل المتوكلون سورة إبراهيم الآية 12 صافي تصل الآيات عند ربي يستخدم موضوع التوكيل أو الوكيل
كثيرا، وردت بمعاني عديدة، منها معنى الحفظ، حسبنا الله ونعم الوكيل، منها الرعاية، منها العناية، منها الإنابة، منها التفويض. كل هذه المعاني محتملة في هاتين الآيتين وفي آيات أخرى وفي النصوص الأخرى. وقي لغة اصطلاحا المراد بذلك اصطلاحا تفويض شخص لشخص آخر في القيام له بأمر معين بتصرف معين معلوم مشروع. شو المعنى وكيف كراود يسنتز يعني خلاصة يكون عندنا الفقهاء، أما فقهاء المالكية، أما فقهاء الشافعية، أما فقهاء الحنابلة، أما فقهاء الحنفية. فهي خلاصة معنى يون أذي وكل يون باش يخدم الشغل معلوم إلى قد يبان الشغل إلى قد يلي مشروع ليجيتيم خاطر يتوكل روايض أسين روح كريد وكلام ثقوش جزارة ذي الشرع أريد جزارة أسين مثلا روح كان الظلي صلاة الجمعة أسيني كثنا ساقي مشغولة روح الظلي صلاة الجمعة لا تصح الوكالة ناكي يون روح أغيد اللوضو روح توضى يمكن يوثق هذا لا يمكن أمور عبادات بدنية معنى الوكالة إلى وين تجوز أما كدير لي بنك كتوكل ذيون أكي جيري الكونتينر كنغذي البوسطة نغذي كيدير امبور اكسبور الوكلاء وكلاء معتمدون ثورة القانون ينظم في مسالاكي وقال يسعى لاغريمون ماشي كان يعني لا الوكالة على المستوى العرفي تعرفي ثلا لغاش توكل وياض ذي الشغل السن ذي تجارة ذي تصل الشغل البيع والشراء وكذا سوال ونناد باللي من الناحية الشرعية تبرم العقود بألفاظ اللافظين العقود تأخذ من سيل السوال ذا شثورة للقوانين فغند أدقارن إلاق الوثيقة إلاق الكواغض والكواغض يسعان من قيمة الشريعة ربي ذي القرآن الكريم يمغدنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نغود الآية هي الآية رقم 282 من سورة البقرة وهي أطول آية. الآية ثم قرآن 6 تهضرت في التوثيق في الكتابة ذي مصادر التشريع عندنا فيه المصدر اسمه المصلحة المرسلة خاطر إلى القرآن السنة الإجماع القياس المنبض المصلحة المرسلة يعني كل مراقي سعنة الأدلة ذي الشريعة الإسلامية. طيب سيدي ثورة نروح نقطة ثانيا أركان الوكالة. أركان الوكالة عند الجمهور لن أربعة جمهور الفقهاء يعني من المالكية والشافعية والحنابلة الوكيل أم بعد إلا محل الوكالة إلا الركن ويصير 4 اللي هو الصيغة أو الإجابة والقبول باختصار. طبعا كل مسألة تحوج تفاصيل في هذه إشارات يعني المختصون في الشريعة الإسلامية إلى قد غرنا أكثر بين الدنيا كثيرة خاطر في كان اون سانتاز سي اون كونكلوزيون إلى قبل ما تيسين في مسالك أباري لي ديتاي أثوغا لي سبيسياليست معناتها زرنا الحلقات أصلا سميت نفذاش حلاقي سنوات لأنه دايت مثلا نبغى الجامعة ذي يغال ذي الجامعة ذي يغال ذي الجامعة سيتادير منتغي مرة كان ذي الوعظ والإرشاد إلها الخير لها ثاكمات لها الإهوية كلها مسيت هو النظام إذا قال السينمي من الأمور هاي ولا مش حنخدم الدروس في علم الاقتصاد في الايكونومي في الأمور المالية في الأمور التجارية إلى آخره باش بنادم هذه يسعوا الحد الأدنى من الثقافة الشرعية التي تمكنه من إبرام العقود موافقة للشريعة الإسلامية دون وقوع في المحظور باش يعني يورث خلافات شرعية وهكذا. لذلك ما لا يدرك كله لا يترك جله. لذلك نفك يعني معلومات مهمة نحتاج إليها في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لناد عند الجمهور أركان تركيزين الوكالة لا 4 تركيز تمزور الموكل وين راه يوكلن
وين راه يوكلن وايض كشيني اتوكلض يون كشيني سميك الموكل. الشخص اللي الركن والسين فركزتي سنة الوكيل. الوكيل وين مثفكاد بروكراسيون وين مثفكاد بروكراسيون الوكالة اسميس الوكيل. إلا داير ميم دي قبايليت دي تجديت دي تجماعة اللي يقارن الوكيل. الوكيل سبيسياليست ديال الأمور المالية بدا ظل من تدارت إلا الطمان إلا الإمام إلا الوكيل شو يخدم أي تجيري لي فينونس الكوتي يعني لي فينونس نتا تجيرين نتا تسيرن اسميس الوكيل يسعى الوكالة باش هذه يسير الأمور صافي ناد تركز تمزورة الموكل في سنة الوكيل في ثلاثة محل الوكالة نغ الموكل فيه المعنيس ذا شو تحانوت نغ ذي الكونت حساب بنكي نغ يسير شركة نغ يسير ذا شو ذاك المحل. ويس أربعة الصيغة نغ بقرن الإيجاب والقبول ذا شو المعنيس مع ذا والد إلى نجرسن مرسيني وكلخك باش أتجريض تحانوت نغ الشركة وكي قراص الإيجاب وين الوكيل قاسيني قفلغ وفقغ أرضيغ وكي قرنس القبول. لذلك ميم ديال الأمور كي مثلا لا جوستيس أتوكل ذا لافوكا لافوكا ذا المحامي وكيل الشيء سميك موكل داير ميم راه ينتقل المحامي أسيني موكلي وين كاين يوكلن صافي قيمض الى لافوكا يخدم الشغليك. لافوكا يعني المحاماة سنتحدث عنها بعد حين خاطر نقول سقسين من كاين هاد تجوز لافوكا والى اخره طبعا تجوز ولكن فاش راه يخدم ذاك الشغل تقعد نهضر رسم بعد ان شاء الله. يلا صافي هاد انت 4 الاركان. ولكن عند الحنفيه سعني الميثود وحدسن الحنفيه الاحناف إن كنا عندنا ركن وحيد اسمه الإيجاب والقبول فقط. أما الباقي من مقتضيات العقل سي اوتوماتيك سي لوجيك مع انتهى إلى قابلين كل شغلاكي. ولكن طبعا رأي الجمهور أولى لأنه مفصل موضح مبين لكل هذه الأركان الأربعة ولكل رأي وزنه العلمي. ثالثا مشروعية الوكالة. هل ترى الوكالة مشروعا خاطئ؟ فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه المدينة. كنت سمعت لسورة الكهف. سورة الكهف أصحاب الكهف أسمي دخول بعد سنوات من بعد دمن ديذري من السن يذري من ذا يعدى فلسن زمان فرما كان يودينا غادي دم فراكنين زيك يذري من زيك روح عطني فكرة حانوس والحونا راه خدمنا راه. الور نثني أصحاب الكهف وكلن يون السيسن باش هذا يروح رث حانوت هاد يقضوا يبو يذري مني دار ثقيتو سد الآية شوفوا ثاس الآية 19 من سورة الكهف. سورة الكهف تصورة تلمس ديال القرآن الكريم اللاية إلا ذي تلمس القرآن الكريم يتلمس الآية 19 من سورة الكهف ذلاقي كنت الدنيا ثورة الآية غدا للوكالة سبحان الله. ذا شو ذي الكلمة يقلن ذي تلمس القرآن ذوال ذي الكلمة إديوسان ذي سورة الكهف اللاية في 19 ذا والدين ربي وليتلطف سبحان الله. اختار ربي سبحانه كلمة عجيبة باش تسيلي في وسط القرآن وليتلطف سورة الكهف الآية 19 صافي ثقي الآية البويسيد باش ديني بالوكالة تجوز يوكل. وكذلك ربي سبحانه غير يدينا ذي القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. ذا شوث العاملون عليها ذويقاذ يوكل الحاكم أو الخليفة أو الإمام باش أدي يجمع الزكاة
معناتها وكيل اسميس القرآن العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وقال يدي جمعا العشور، وقال اسميس القرآن العاملون عليها. العاملون عليها وكلاء عن الإمام أو عن الحاكم وعن الخليفة. الآية قاعدة تسدي سورة التوبة الآية 60. طبعا الأدلة إذن كثيرة، وكذلك باء في السنة النبوية أدنوي. مثلا على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقال الحديث في صحيح مسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة. أنوذ السعاة هم الجبات، أنوذ الجبات وقاد إيدي جمعا العشور الذين يحصلون الزكاة يسمون السعاة يسمون الجبات. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام داغي لا دا يوكل إمذانا أما ذي التجارة ذي البيع والشراء أما ذي أمور النظام أطس تمثال عند النبي صلى الله عليه وسلم يوكل وياض صافي الوكالة ثلا لجيتي مشروعة أما ذي القرآن أما ذي السنة. جيم في الإجماع، انعقد الإجماع على جواز الوكالة، وهذا الإجماع متيقن. رابعا شرائط الوكالة، يجوز تعرف هذه الشرائط، يجوز دينير الشروط، يجوزك أما كدير الوكالة يجوز دينير الوكالة بفتح الواو، يجوز دينير الوكالة بكسر الواو. شرائط الوكالة أو الوكالة. ألف شروط الموكل. الشرط وين راه يوكلنا كني وين راه يفكن بروكيراسيون يسعى سين شروط. شرط مزوارو إلاقى أذيلي نتسا يسعى الأهلية، يسعى الكاباسيتي نتسا، يعني لا تجوز وكالة الصبي أو المجنون. ودي تسالو قرضة مشطوح أكيف الوكالة أكيني وكلخك أثن فكيرك الشاكاكي وخدم كذا وكذا، أنا وكلخك تسيرتي الشركة. صبي ماهوش مكلف إذا كان عنده أهلية الوجوب، ما عندوش أهلية الأداء. ورسالة الحق هذه يخدم العقود، رسالة الحق شرعا ويغير الشرع دينك باش تستقر المعاملات، باش تسير وين يشمثن وين يخسرنا ما كندرنا. هذه مقدمة الدرس. طيب هذا هو يصير ذا مجنون، هذا اللي هو المجنون هذا يروح هذه يفك الوكالة خاطئ. الشرط والسين إلى قذيف الوكالة فرايف كاكنية هذه اللي ينس مراكيني جيري الكونت ينس نتسا، ما يناك سير الشركة ينس نتسا، ما كاين يروح الزنز اخام يسنتسا وشي قراره اكوكلا اتزنزض اخام بوث مثنيو. ما ينفعش ما عندوش حق التصرف هو في بنفسه، وما ادراك بغيره او بوكيله. شروط الوكيل ده غيسع شرطان. الشرط مزوارو ان يكون صاحب اهليه، ان يكون عاقلا. وين توكل الوكيل قد يسعود العبد عقلي، العبد يسعى العقل، ذي العبد يسعى أهلية الأداء. وزما توكل غير وين انت يدروش توكل الخاطئ، خاطر شخص محجور عليه لا يصح. الشرط والسين أن يكون الوكيل معينا، ويجوز تعدد الوكلاء. إذا قد يبان الوكيل قالوا وريتغيمر ولي تدار ثاكيني وكيل الكل أنواع ونزرار أنوي لي ريسبونس أنك سال المسؤولية في الوكالة. إذا قد يبان الفلاني سميس أثن ذا وكيل أمثلة ما كدير ذي الوكالة في الخصومات أتعين ذا بوغاطو زمات 9 سنين بوغاطو 3 4 عادي ميفانا وبوغاطو أريد ديفاندين في الله باش يتشكل ويتأسس في حقك ويدافع عنك أو عن حقوقك. جيم شروط الموكل به محل الوكالة. ذا هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون الموكل به محل الوكالة معلوما.
الى قد يفان لا شوث تسمورت تزمورت ذي الكونت قضاء دين الى اخره، هذه يفان لا شوث. الشرط والسن ان يكون مشروعا ليجيتيم ليغال. يونس يقرا يوكلخك باش داكورض، وكلخك باش تفض الرشوه، وكلخك باش تجريض الربا، ويجيبك الحرام دي شرع الحرام. الامور الماليه ياكل يجوز الوكاله، ياكل الامور الماليه المباحه، البيع والشراء، الشركات، المضاربات، الوكاله بقبض الدين، الوكاله بتسديد الدين، اشني وكلخك باش تخلص الفلاني، وكلخك باش تمضي ذريمن الفلاني الى اخره. الوكاله في الهبات، لي دوناسيون، لي تيستامون، الوصايا والهبات والى اخره، والاعارات، القرطه الى اخره، والرهون، اما ذي الرهن وغيرها. الوكاله بالخصومه، اتوكل نافوكا محامي باش يدفع فلاك، بشرط طبعا محاماه تجوز. ذا شو لا قرا المحامي هذه ديفاندير في الباطل، ما الا وين هذه مقل ظروف المخففه معليش لي سيركونسونس اتينيونت، مي ماشي غا اكيني الشيء اللي تيدت نكسلام كاس كيدفغ، اكيني الشيء اللي تيدت مين كايني سي منافير الكذب. الور انشتكي الكذب لا يجوز شرعا، خطر الى قرب ما ديفاندير في الباطل. الموضوع يحوج محاضره كامله، ولكن باختصار المساج، خاطر ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا قارب ندم اذي في كفوذ الباطل. العبادات، هل ترى يجوز الوكاله في العبادات؟ لا، ولكن شو العبادات يجوز؟ العبادات البدنيه ورجوزالي ونسيني وايض روح هذا الوضوء قم كانيو، اسيني روح كس الجنابه قم كانيو، روح الزال صلاه الجمعه، روح الزال التراويح، تراويح كزال كان العشاء 4 ركعات، شيني الزال لي التراويح، الوكاله يجوز لها اوزون قم كانيو ثقاك يجوز نتارا. ولكن سبحان الله الحج والعمره يجوز، لي بورتون العبادات الحج والعمره يجوز امي، ولكن في حاله العجز او الموت، وهذه من رحمه الدين، رحمه الاسلام النغ يون ما يلا يعجز ساعه فافك جدك جيدك ذاك ديال الجزائر والزميره لا دي حوج والزميره ديال العمره، يعني يحبس يجوز باش تداوض العمره، مثل واحد الشيني غرديهين سخام ربي اود العمره يحشيني من بعد اود العمره يوين تفغيض، بشرط اذيلي اما يموت اما عاجز بدني وريزمير على يوظن يهلك نوم قرد العمر يزمير على صافي الرحمن سيدي ربي توسع. لذلك ميمون يموثا كي وانا هاث مسكين يكر ديال المحنه ديال الميزيريا يسيري ما دي حجور يزمير على اساقب دواراويس نغراو براويس الساعان الحق اسفكن هديه اسدي حوج بشرط الا ما دي حوج يمانيس ابراديو غال ثيكلت النظام هذه اسيفك هديه للحج يوينا يموتنا كني وطاوض وسير ربي ذي الشاليس وذي يوض لاجريس اروينا يموتن ربي الحمد لله إمي وقاذي تعيشين دي الدونيث زمرن أذنفعن وقاذ يموثن وثاقي من نعمة الإسلام آية مثلا. ثورة نقطة ما قبل الأخيرة. خامسا أنواع الوكالة، لأنت الحقيقة 4 ثلا ألف الوكالة الخاصة أسوكل ضيون ذي خدم يوث الحاجة فقط أسين وكلك ملمي ثبا يباو زمور يوجدوا زمور، يعني يوجدوا زمور شرويثيد وكاله اثن وكلخ كتسيرض ثحانوت ساقيا سكواس فقط وكاله خاصه. ثل الوكاله العامه توكل ضيون ديم كل شيء، اما ذي البيع والشراء، اما الديون، اما ذي الزنز وذياغ لي بروك هذه يخدم كلش، لانه قاعد يساكن لي بروكاسيون توتال تفضي غاف وريزمير لا والسلام. طيب لا الوكاله العامه ثقي الوكاله الخاصه الناس الوكاله العامه، ثاني الوكاله المطلقه اتوكل ضيون السنيض اكفي غير من وكلك سخدميثن وين تبغيض
الزنز شيرو خدمة شو تبغيض وكالة عامة إلا وكالة مقيدة قال سيدي ما كيخدمنا شحال مغار انت مغارين هذا وكلنا راه ونسن باش تجبدني ديري من سي البوسطه سي البنكه اثني دياوي ولا قرا ديتورنمون ماشي دياوي لي بونسيوني يمولان اثنتي تستخدم الساعه كني كيفغا خاطي داك يخولف مقتضى الوكاله نغا كادنا هذه يروح غادي يجبد داك لي بونسيون باباس اليماس ماشي غادي تصا كلشي يمانيس ما يغ الطوموبيل ماركيسا في مانيس ما يغ التحرس في مانيس ما يغ السكنه في مانيس من الميموثني مولان ادسن وثماثنيس اسنيني كل شيء إينو هاثن لي بابي الكواغض الور ثقيف الحرم يثمثن ولا يخذعن الموكل ذي مضمون الوكالة وهو أكل للمال بالحرام ورب سبحانه بالباطل كما قال القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الملاحظة الوكالة تصح بأجر وتصح بغير أجر. المعنى يزما تخمض وكالة يوان أكي يخدم الوكالة باطل نفهموا مليح. وكالة تبرعية في الذي القانون من الكود سيفيل في الجزائر الارتيكل 581 إلا كيجوز تسيلي الوكالة سيديري منها ما كاين يجوز تسيلي باطل تبرعية. محامي أتخلصد حيث الوكيل أكيعيون أكيساعد تخلص الباطرونج مي وكيل الخدمة يس تخلصد. أما كاين يزمر يون ذا محامي كيخدم باطل انت اما كاين زمال المحكمه داعي ليون مساعده تخلص نسي النقابه لان تفاصيل ماشي ثوره هذا كان سن ولكن تخدم باطل مباشره حادي. اما كاين يون ذي جيري لو كونتينيك باطل اما كاين يجمر استناض راك خلص يعني كل موراقي يجوز انت ما هكا ما كان. اما ذي الشرع سيدي ربي يجوز اتسيلي تبرعيا غتسيلي باجر. ما في القانون تموث الجزائر الكود سيفيل القانون المدني الجزائري الماده 581 ايضا تجوز باش تسير وكاله اما بمقابل او تكون وكاله تبرعيه. ثورة نقطة ثانية مثلا سادسا نهاية الوكالة. لكل بداية نهاية. كل حاجة تسعى البداية كل حاجة تسعى الوكالة ولاش تصل تسعى النهاية ولاش تصل حيث أورنساي ثمدث. لان 6 حالات عند الوكالة تنتهي أتفك الوكالة ثم زواروث عند إتمام أو إنجاز أو تنفيذ الشيء الموكل به. توكل غيون أكي الزنز السلعة تنزل السلعة تكفى الوكالة ذايا. الحالة الثالثة نهاية الوقت المحدد للوكالة خطر يجوز تأقيت الوكالة أو الوكالة يجوز أتسير الوكالة يوقر شهرين أسقواس عامين يكفى المدة تكفى الوكالة. ثلاثة عزل الوكيل من قبل الموكل من قبل موكله. هما إلا تفكر الوكالة غيول بروكاراسيون ثوالات يرويت حبسيت يجوز تعزل ذكش شرعا وقانونا أمام ذي الشرع أمام ذي القانون. الحالة 4 عزل الوكيل لنفسه نغم يسمى برد الوكالة نغم يسمى بالعدول عن الوكالة نتساكن يعيغ شحال قالك تجير فر الله وزمي غير عيغ اك تدير. طيب 5 هلاك محل الوكالة أين كني يستخدم كني الشيني محل الوكالة يكفى إما ينزع إما يخسر إما ضخام توثي الزنزلة يروح إما الوكالة تروح داين. 6 ثنقاروث موت الموكل أو الوكيل يعني ما إلا الوكيل يموت نغ الموكل يموت وطبعا متكفى مدوسا الموت تكفى الوكالة. وين يبغى التفاصيل القانونية هذه يروح المادة 571 ألما 589 كود سيفيل القانون المدني من المادة 571 ألما المادة 589 من القانون المدني الجزائري. جاوم ثلويث أرثم لليث والسلام عليكم ورحمة الله.